السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده باذن الله هنعمل ايس كريم. ايس كريم سهل وبسيط ومفيش فيه تعقيدات وحاجات كلها سهله باذن الله ونرضي رضاكم باذن الله. طيب معانا المقادير ايه؟ معانا النهارده ان شاء الله كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه لبن بودر، نص كوبايه سكر حسب رغبتك، لو انت عايزاها مسكره بقى يعني ده راجع لك. وطبعا فانيليا هنحطها في الاخر. طبعا هنمشي خطوه بخطوه، واول ما اعمل اي حاجه احنا مع بعض هنضيف المكونات. الكوبايات ديت مقاس واحد، يعني السكر ده نفس العيار. طبعا هنقلبه مع بعض. طبعا هنضيف له ايه؟ اللبن. طبعا كوبايه لبن ساقعه جدا من الثلاجه، وهنشوف بالراحه بالمضرب بالراحه كده. الاول هنقلبه كده. طبعا يكون كريم شانتيه خامه نظيفه، ولبن بودر برده خامه نظيفه. بعد كده هنضرب. دي القاعده بتاعت الايس كريم، تمام؟ يعني ديت اللي احنا بقى بعد كده نضيف عليها اي حاجه. اهم حاجه دي القاعده زي ما قلت، كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه لبن بودر، نص كوبايه سكر، والسكر حسب رغبه يا جماعه. في ناس ما بتحبوش، ممكن تعملوا دايت، ما يبقاش سكر، وكوبايه لبن. هو ده القوام اللي احنا عايزينه يا جماعه، اللي هو بيبقى تقيل زي خليط الكيك كده. بيبقى ايه الكيك؟ بيبقى ايه؟ تقيل، تمام اهو. طيب هنعمل ايه؟ عايزينه بقى فانيليا، هنحط عليه ايه؟ فانيليا، تمام. كده بقى عندي الخليط جاهز. طيب لو انا عايزه اكبر الكميه، انا عاملاها طبعا كميه بسيطه جدا. حضرتك بقى اعملي الكميه اللي انت عايزاها بنفس المعيار اللي هتحطي بيه نفس الكوبايه تمشي عليه. عايز تعملي مج كبير، عايز تعملي معيارين، براحتك. ده القاعده بتاعه الايس كريم، ممكن تعمليها كده تبقى دي ايس كريم فانيليا. طيب هنعملها ايه؟ هنعمل كذا حاجه منها. طبعا هنعبي بقى ايه؟ عبي انت بقى براحتك. شوفي انت عايزه تعبي بقى في علب، اي حاجه عندك اشتغلي بقى براحتك. بس هوريكي الفكره وانت ايه اشتغل عليها. هنحط عليها اوريو، ماشي؟ طبعا بقى يعني ولا اجمل من كده ولا احلى من كده. معايا طبعا دلوقتي زي ما قلت ديت الماده الخام اللي هنشتغل عليه. هنا هنعمل مانجا، وبرده هاخد منها ابيض عادي، تعملي منها ابيض عادي. طبعا هنعمل مانجا، لازم تكون طالعه من الفريزر، او لو عندك حبيتين مانجا جمديهم، تمام. اوعي تسيحيها، انا عايزاها التلج فيها. طبعا هنحط ايه؟ معلقتين بس كده، وبعدين هنرجع تاني نضيف عليها. بص هنحط ايه؟ معلقتين بس لبن. طبعا حطينا بس معلقتين لبن، وحطينا معلقتين كريم شانتيه اللي احنا عاملينها زي ما قلنا، دي القاعده بتاعتها، تمام. طب لو انا ما عنديش ديت، هحط معلقتين كريم شانتيه، معلقتين لبن بودر، وعلبه زبادي، وهضربها، وحطي برده عليها معلقتين سكر، تمام. طبعا هنعمل ايه؟ بالشوكولاته، كاكاو يكون نضيف اسباني. هنحط 3 معالق، نحط الاول معلقتين ونشوف، نحتاج هنحط له كده معلقتين، ونشوف درجه اللون. وده ايس كريم الشوكولاته يا جماعه زي ما انتم شايفينه معانا. طبعا اللي عايز يعمله فانيليا ما يحطش عليه اي اضافات. ايس كريم سهل وجميل جدا. عملنا ايس كريم بالاوريو، عملنا ايس كريم بالشوكولاته، عملنا ايس كريم بالمانجا. وزي ما قلت المقادير على السريع، كوبايه كريم شانتيه مش محلاه، ولو فيها سكر خلاص مش هتحطي سكر، ونص كوبايه لبن بودر، وكوبايه لبن حليب. طبعا اللبن يكون ساقع طالع من الفريزر عشان يبقى في الضرب كويس، ويدي ايه؟ ويدي قوام كويس. وكده حبايب قلبي وصلنا لنهايه الحلقه. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا، ويا رب اصحابكم كده كمان يشتركوا في القناه عشان تبقوا. شكرا والسلام عليكم، وفي حلقه جديده ان شاء الله.